يلا قطايف بطريقة المحلات من غير سميد ومن غير خميرة، ومتأكدة انها تعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. يلا بينا على الطريقة. عندي كوبايتين ونص من الدقيق حطيتهم في الخلاط، وعليهم معلقتين كبار من النشا، وثلاث معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وثلاث كوبايات الا ربع من المية. ميه عاديه مش سخنه ولا فتره، ميه من الحنفيه عادي. هضربهم كويس جدا في الخلاط علشان يبقى ناعم معايا. هصفيهم علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات او اي حاجه مخرزه، عايزين العجينه بتاعتنا تبقى ناعمه خالص. حاطه الطاسه على النار، على نار عاليه لحد ما تسخن، واول ما اجي استخدمها هخلي النار وسط. باي معلقه معياريه عندك او اي حاجه تديكي كل القطايف بنفس المقاس. هتحطي كده هتلاقي القطايف بتعمل معاكي فقاقيع من فوق، وبعد كده بتنشف بالشكل ده. سيبيها لما تاخد لون شوية عشان تبقى لون الذهبي الفاتح، وعلى فوطة على الترابيزة تحطيها ما بين الفوطة عشان تفضل طرية معاكي وما تنشفش. كوبايتين ونص من الدقيق عملوا الكمية دي كلها، كمية كبيرة جدا حلوة. تقدري تفرزيها وتحطيها في الفريزر. انا فرزت منها قبل كده وعنتها في الفريزر، مش بتفك ومش بتبقى طرية وبتطلع تحفة جدا. قفلت شوية كده عصافيري، وحبة حشيتهم بالمكسرات، وحشيت حبة بالنوتيلا. تقدري تحشي اللي انت عايزاه. عملت بقى الكمية دي كلها، وزعت على جيراني وحبايبي، وطلعت تحفة جدا وعجبتهم قوي. قليت شوية في الزيت وبتطلع على شربات تقيل وبارد، او تقدري ان انت ترشي عليها الشربات بتاعك من فوق كده، بحيث انها ما يبقاش كتير عليها ولا تقيل. طعمها خطير وجميلة. وعملت حبة بالقشطة الكدابة، هنزل لكم طريقة القشطة برضو، جميلة جدا تستخدموها في كل الحلويات. وقليت شوية في الاير فراير ونتيجتهم طلعت رهيبة. 14 دقيقة على درجة حرارة 200 عشان تديني اللون ده. تقدري تحطيها على وقت اقل هتطلع مقرمشة برضو، بس مش هتطلع لونها كده، هتطلع لونها فاتح. جربوها، انا متأكدة انها تعجبكم. انا حبيت اللي في القلاية اكتر بكتير من اللي في الزيت اللي احنا متعودين عليه. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم.